يا مساء الخير يا اخواتي. النهارده هشارك معاكم روتيني المسائي في الاجازه، واتكلم معاكم كمان عن قد ايه مهم ان احنا نحط هدف في حياتنا وازاي نلاقي الهدف بتاعنا. كنت عايزه اعمل شاي بلبن، فعملت لي انا واختي، واخويا كان عايز شاي برضه فعملت له شاي معانا وشويه ارز بالعجوه من اللي ماما عاملاهم. في الوقت ده بيبدأ شغلي للقناة، بكتب سكريبت او لو في مونتاج للفيديوهات ببدأ امنتجها، او لو في تصوير ببدأ برضو اصور. عايزة اقول لكم ان الحياة من غير حلم شبه الانسان من غير روح. احلامنا واهدافنا هي اللي بتخلينا دايما متفائلين مستمرين في حياتنا. احلامنا واهدافنا هي اللي بتساعدنا نحقق ذاتنا، نتعلم وننجز. دايما بنسأل نفسنا السؤال ده: هو انا هدفي ايه من الحياة؟ انا الاقي الهدف بتاعي ده فين؟ محدش هيعرف الهدف بتاعك الا نفسك. اسألي نفسك عايزة تحققي ايه في حياتك؟ ايه هو التخصص اللي انت حاسة نفسك فيه؟ ايه هو التخصص اللي انت بتستمتعي وانت بتشتغلي فيه؟ في النهاية الهدف ده حاجة ضرورية في حياتنا. مش من الحكمة ان احنا نخلي حد يتحكم في اهدافنا، يقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. دايما نبقى حاطين هدفنا في راسنا. الاحلام والاهداف بتتحقق بالافعال، مش بتتحقق بالكلام الكتير. بعد ما خلصت بحب اشغل اذكار المساء، بحسها بتدي بركة في البيت وبتحصن المسلم، وكمان احنا في اجازة فبنلاقي وقت كبير نضيف عادة جديدة لعاداتنا، ومنها عادة الاذكار، ودي حاجة كويسة جدا لو ضفناها لعاداتنا. خلاص خلصنا كل اللي ورانا، جه وقت بقى ان احنا نتفرج على حاجة. هعمل فشار واشغل فيلم او مسلسل اتفرج عليه. انا ما كنتش محددة حاجة معينة اتفرج عليها، بس ايه، تعالوا بقى نشوف هتفرج على ايه. حطيت بقى شوية زيت وفشار، لما نيجي نعمل فشار نقلبه عشان ما يتحرقش مننا ويطلع طعمه جميل. انا ابويا بيخاف عليا. خاف عليك ايه يا عم؟ واحد معاه الفلوس دي كلها والشيك في البنك ويعمل ابنه كده؟ اسمع مني ابوك يجري. الله، صلاح انا ابويا مش نتن، وبعدين لو احنا متفقين ما نهزرش بالاهل. في نهاية اليوم هيجي وقت النايت ديلي روتين بتاعنا. انا بستخدم الغسول، بعدين برطب بقى بشرتي بالموسترايزر، وهكذا برضو شفايفي. وبستخدم بقى زيت الشعر. بحب بصراحة ادهن شعري زيت، بحسه بيحافظ على شعري وكده، وبرضو الكريم المرطب بتاع الشعر. وبعدين برضو برطب ايدي كويس جدا. بس كده يكون النايت ديلي روتين بتاعنا خلص النهاردة.